السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في قناتكم الكورة مع ياسين. لو لسه منزلتش حطيت الاشتراك، انزل حط الاشتراك وتفعيل الجرس ليوصلك كل جديد، وانزل حط لايك لدعم الفيديو واعمل شير لينتشر في كل مكان. ويلا بينا نبدأ بأول الأخبار. جوميز يستقر على ثنائي دفاع الزمالك خلال السوبر الإفريقي. تحدث تقارير من داخل الزمالك عن آخر ملامح التشكيل المتوقع للزمالك خلال مباراة السوبر الإفريقي غدا. تقارير تحدثت أن البرتغالي جوزيه جوميز استقر على الثنائي الدفاع الذي سوف يقود دفاع الفريق الأبيض، حيث استقر على تواجد كل من حسام عبد المجيد وحمزة المسلوسي كثنائي دفاع من بداية المباراة. كما يتواجد البولندي كونراد في منافسة قوية مع مصطفى شلبي لقيادة الجناح الأيسر من بداية المباراة، خاصة عقب تألق البولندي مؤخرا في التدريبات. ناقد رياضي يكشف أكبر ثغرة في الأهلي قد يستغلها الزمالك للفوز بالسوبر الإفريقي. تحدث الناقد الرياضي بليغ أبو عابد عن أكثر ثغرة في فريق الأهلي قد يستغلها الزمالك للفوز بالبطولة. وبليغ أبو عايد ومن خلال تصريحات تلفزيونية أكد أن هناك حالة من الثقة الزائدة بفوز الأهلي بالسوبر الإفريقي ونقطة الفوز بنتيجة كبيرة ووصلت لذهن لاعبي الأهلي، ومؤكدا أن تلك سوف تكون أكبر ثغرة يستغلها الزمالك الفوز باللقب الإفريقي. هدف الزمالك رسميا لسموحة. حسم مجلس إدارة نادي سموحة برئاسة فرج عامر تعاقده مع محمود صابر نجم الفريق الأول الكروي لنادي بيراميدز. وقال رئيس الموج الأزرق خلال تصريحاته: اتفقنا مع السماوي على إعارة صابر لمدة موسم على سبيل الإعارة، وسيخرج اللاعب معارا للموسم الثاني على التوالي من بيراميدز بعدما قضى النصف الأول من الموسم الماضي معارا لفريق زد. والجدير بالذكر أن هذا اللاعب كان هدف الزمالك في الانتقالات التجارية والانتقالات الشتوية الماضية. سوبر الإفريقي تحذير ناري من جوميز للاعبيه. وضح الإعلامي مدحت شلبي عن البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني الأول الكرة عقد جلسة مع لاعبي الزمالك وتابع من أجل شرح نقاط القوة والضعف في الأهلي، والجهاز الفني الأبيض عقد اجتماعات مع اللاعبين لتحليل مباراة الأهلي الآخرتين أمام جورمايا الكيني. وأشار إلى أن جوميز حذر لاعبي من الجنوب الإفريقي بيرسي تاون نظرا لإمكانياته ومهاراته وسرعاته. وشدد خلال تصريحاته على أن الجهاز الفني للفارس الأبيض يخشى من خطورة الجنوب الإفريقي، وتم خصوصه أن المباراة قد يشهد مشاركة أحد الثنائي محمد حمدي أو المغربي محمود بن تايك، أو حتى في حالة مشاركة عمر جابر الذي لا يجيد اللعب بقدمه الأيسر. نتائج الاجتماع الفني للسوبر الإفريقي. انتهى منذ قليل الاجتماع الفني الخاص بمباراة القمة غدا الجمعة بين القطبي الكرة المصري الزمالك والأهلي، وتم الاتفاق على أن الزمالك سيرتدي الطقم الأسود بالكامل والتيشيرت الأسود وشورت أسود، وهو ما أخبرناكم به من الأساس قبل السفر البعثة البيضاء، بينما سيرتدي حارس المرمى التيشيرت الأسود والشورت الأسود. أما النادي الأهلي فسيرتدي زيه الطبيعي التيشيرت الأحمر والشورت الأبيض، بينما حارس المرمى سيرتدي الزي الأخضر بالكامل. محمد صلاح يكشف عن ما يدور في رأس جوميز للسوبر الإفريقي. ووضح محمد صلاح مدرب الفريق الأول الكرة بالنادي سابقا أن مدافع الزمالك حسام عبد المجيد سيشارك أساسيا بالسوبر الإفريقي. وأشار إلى أن من الممكن أن البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني يغامر ويدفع بالظهير الأيسر الجديد محمد حمدي، ومواجهات القمة ليست لها معايير. وأضاف: اللعب بنبيل عماد دونجا وعبد الله السعيد وناصر ماهر ستكون مغامرة قوية لوجود ثلاثي قوي على الناحية الأخرى مروان عطية وأكرم توفيق وإمام عاشور. وشدد على البرتغالي دائما يحب المغامرة بالتشكيل، وبالتالي قد يكون موجود أكثر من مفاجأة بالتشكيل،
والمباراة متكافئة، ولكن أتمنى الأبيض يفوز بالطبع. خالد الغندور يكشف عن تشكيل الأهلي للسوبر الإفريقي. وضح الإعلامي خالد الغندور ملامح تشكيل الفريق الأول الكرة في النادي الأهلي مباراة بطولة كأس السوبر الأفريقي، وأشار خلال تصريحاته إلى أن المدير الفني السويسري مارسيل كولر استقر على الدفع بمحمد الشناوي في حراسة المرمى، وتابع بخط الدفاع المغربي يحيى عطية الله ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ومحمد هاني، مع التفكير بالدفع بالمغربي أشرف داري بدلا من ياسر إبراهيم. وشدد على أن نص الملعب الأحمر سيكون إمام عاشور ومروان عطية وأكرم توفيق، وعلى الأطراف حسين الشحات، وأضاف بجانب طاهر محمد طاهر أو الجنوب الإفريقي بيرسي تاو، وفي الهجوم الفلسطيني وسام أبو علي. بشير التبعي هذا الأمر في الزمالك الذي أدى لارتباك الجميع. كشف مدافع الفريق الأول الكرة بالنادي سابقا بشير التبعي أن مواجهة بطولة كأس السوبر الإفريقي عادية جدا، وأن كان موجود مواجهات عديدة كانت أقوى. ووضح أن جوميز المدير الفني للزمالك يقوم بعمل مفاجآت بالتشكيل الأساسي، لكن معظم المغامرات لا تنجح مع الأبيض. وأشار إلى أن المباراة الماضية شارك مصطفى الزناري ولم يشارك حسام عبد المجيد، وكان من المفترض أن يجهز ال11 لاعب الذين سيخوضون السوبر الإفريقي، وتابع هو الأمر الذي أدى لإرباك الجميع، ولكن بالنهاية البرتغالي هو الأقرب للاعبين، متمنيا بالنهاية وهو أن يقدم للفارس الأبيض الأداء المطلوب. تشكيل الزمالك: محمد كمونة يطالب بهذا اللاعب من بداية اللقاء. علق محمد كمونة لاعب نادي الزمالك السابق على مواجهة الزمالك والأهلي غدا الجمعة، وتمنى كمونة أن يبدأ جوميز باللاعبين في مراكزهم وعدم مشاركة أي لاعب إلا في مركزه. مطالب أن يبدأ جوميز بمحمد حمدي لاعب الفريق الجديد في مركز الظهير الأيسر. وفي تصريحاته لقناة نادي الزمالك قال: معروفة أن الجبهة اليسرى صداع في راس جوميز، لكم محمد حمدي لاعب مميز ويستطيع أن يلعب هذا المركز. غياب فتوح مؤثر على الجبهة اليسرى بكل تأكيد، وأرى أن محمد حمدي سيجيد في الجبهة اليسرى. تصريحات من مدافع نادي الزمالك حسام عبد المجيد. تحدث قائلا حسام عبد المجيد: الزمالك استعد جيدا للقاء السوبر الافريقي، والاجواء في المملكة العربية السعودية طيبة للغاية. جماهير الزمالك ستساندنا وتعذرنا في كل مكان، وهدفنا التتويج بلقب السوبر لسعادهم، ومباراة الكأس السوبر أمام الأهلي ستكون قوية، وسنبذل أقصى جهدا من أجل الفوز بالبطولة والعودة إلى القاهرة بلقب إفريقي. وبكده بتكون حلقتنا انتهت. أشكركم على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.